وفي الفيديو ده عملت تحدي للشباب على حركة اسمها الكونج، وده شكلها، والمفروض ان كلهم هيعملوا الحركة، ومجرد ما كلهم يعملوها هنبعد المسافة لحد ما نشوف مين فيهم اللي هيكسب. وده كان اول ليفل. يلا بينا نشوف بقى تاني ليفل هيبقى عامل ازاي. ما زال بسيط وكلهم جامدين ما شاء الله، وهيعملوا المستوى التاني بسهولة جدا. وبكده نكون وصلنا للمستوى الثالث، ونبعد اكتر ونشوف هيعرفوا يعملوه ولا لا. فخلينا نشوف. المسافة لحد الآن ما زالت لسه مش صعبة خالص، ولكن في ناس يعتبر أول يوم أو تاني يوم فالموضوع هيبقى صعب عليهم، زي ده ما عملهاش وزي اللي بعده، وبكده يكون أول اتنين طلعوا معانا. ويلا نبعد المسافة أكتر، وبكده دخلنا على المستوى الرابع، والمسافة كده بقت أبعد شويتين، ولكن الناس ما شاء الله لسه ما زالت مكملة وأقوياء جدا. الله أكبر. إلا الشخص ده وقع مننا، وهنا نور كان هياخد البنت معاه وهو رايح الكون، كان هيسحبها معاه، ولكن الحمد لله عدت على خير. وبكده نكون وصلنا لقبل اخر مستوى، والمسافه بقت اصعب واصعب، ومحتاجه جاريه سريعه جدا وقوه انفجاريه رهيبه. وعلى فكره هي المسافه كده يعتبر مش كبيره خالص بالنسبه للناس القديمه في اللعبه، ولكن بالنسبه لهم هم جامدين جدا ما شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر مستوى، وده رايه فيها. اعلن انسحاب هتخش برضه. ولكن الانسحاب عندنا مش اوبشن، ويكفيه شرف المحاوله، وعملها حلوه جدا برضو ما شاء الله عليه. وهنا محمود اتردد في الهواء وما عملهاش خالص. وبكده معانا اخر واحد وهو نور. تفتكروا هيقدر يعملها ويوصل للاخر ولا لا؟ وقفوا الفيديو واكتبوا في الكومنتات بسرعه، وكل اللي قال هيعملها يدوس لايك ويعمل فولو، عشان انتوا جامدين وتوقعتوا صح، ونور اللي كسب. واللي عاوز يتمرن يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك.